الإنسان في فكر الأمير عبد القادر الجزائري. تهتم هذه الدراسة بفكر رجل من كبار مؤسسي الدولة الحديثة بالجزائر، وبالتحديد فكره عن الإنسان، مما يجعلنا نبحث عن الأصول الفكرية النظرية والخلفية الفكرية العامة عنده في واحد من أهم موضوعات الميتافيزيقا، وهو موضوع ذو انعكاسات سياسية، ألا وهو تصور الإنسان في العالم والكون وحريته ومصيره. تلك الأصول الفكرية التي تمثلها وأعاد صياغتها كسياسة تطبيقية الأمير عبد القادر. فقلما نجد قيادة تجمع في فكرها وعملها وقراراتها روح الحزم والتسامح واحترام الإنسان وكرامته، بل قلما نجد قيادة يجتمع فيها الفكر والعمل، فتفعل ما تقول وتقول ما تفعل. ولذا كان التركيز على الأمير عبد القادر الجزائري كنموذج وقدوة للقيادة التي لا ينفصل فيها الفكر عن الممارسة والعمل. إننا لا نعرف شيئا عن حياة الأمير عبد القادر إلا ما يقدمه المؤرخون بوصفه محاربا جريئا وقائدا عسكريا الذي صار بجهاده ضد الاحتلال الفرنسي، فهو البطل القومي بين الثوار الجزائريين حتى اليوم. ولكننا مع ذلك قليلا ما نتوقف أمام حقيقة اتجاهاته الفكرية. نفترض في هذه الدراسة أن دوره السياسي كان إعادة صياغة لفكره النظري الفلسفي وخصوصا عن الإنسان. ففي شهر إبريل 2006 وفي قصر الأمم بجنيف في إطار معرض وملتقى دولي يتم الإشادة بالأمير عبد القادر الجزائري، فيقول السيد إدريس الجزائري سفير الجزائر في الأمم المتحدة: الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة قام بوضع أسس القانون الإنساني الدولي منذ العام 1837، وهذا حتى قبل ظهور أفكار هنري دينون مؤسس حركة الصليب الأحمر، بل حتى قبل إبرام معاهدة جنيف التي لم تكتمل إلا في العام 1864. فهو اعتبر أن أي فرنسي يتم أسره في المعارك يجب أن يعتبر أسير حرب، وأن يعامل كذلك إلى أن تتاح فرصة تبادله مقابل أسير جزائري، كما حرم تحريما قاطعا قتل أسير مجرد من السلاح، وإن أي عربي يقدم أسير فرنسيا يحصل على مكافأة قدرها 8 دورو، وهي العملة الجزائرية التي تساوي 5 سنتيم. كما حدد الأمير عبد القادر بأن على أي عربي في حوزته أسير فرنسي أن يعامل هذا الأخير معاملة حسنة، وفي حال شكوى الأسير من سوء المعاملة ليس فقط أن المكافأة تسقط، بل قد يرافق ذلك بعقوبات أخرى. وهذا ما جعل أعداد من الأسرى الفرنسيين القدامى الذين تلقوا علاجا من قبل الأمير كانوا يأتون من مناطق نائية في اتجاه قصر وقصر أمبواز، حيث كان الأمير معتقلا لتحية من كان المنتصر بالأمس. كما تبين مما فات، فنحن أمام قيادة عربية إسلامية تعكس الروح السمحة للإسلام. فقد أشادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لويز آربور بمظاهر التسامح التي برهن عنها الأمير عبد القادر، مشددة على أننا في حاجة إلى الانفتاح على الآخر، ومعربة عن الالتزام بمكافحة عدم التسامح الذي قالت عنه أنه أصبح في تعاظم مستمر. فوجود تصور للإنسان يعلي من قيمته وكرامته واستقلاليته وحريته هو حجر الأساس في تحقيق أي نهضة أو تحديث أو تنوير. فالإنسان عندما يكون فاعل حر مستقل له دوره في صناعة التاريخ تكون الحداثة ويكون التحديث، وهو ما نجده عند رائد التحديث الجزائري ومؤسس دولتها الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري. لقد تحقق في الغرب ذلك التصور عن الإنسان مع بدايات عصر النهضة، وكان سببا لتلك النهضة، واشتد عوده في عصر التنوير، إلا أن هذا التصور ما زال يعاني في الغرب، وخصوصا مع المزيد من المطالبة بحقوق الإنسان واحترام كرامة الحياة الإنسانية. لكن أن يتحقق ذلك التصور ويتخارج من التراث الديني الإسلامي ومن التراث فقط يدل على أصالة وعمق ذلك التراث، كما يدل على أن الحداثة والتحديث يمكن أن تنشأ من داخل التراث
الذي يمتلك مقومات تلك الحداثة. وهذا ما فعله الأمير عبد القادر في تصوره للإنسان، إذ أثبت أن التراث الإسلامي يمتلك أهم خصائص الحداثة والتحديث والنهضة، وخصوصا في تصور الإنسان الذي ما زال ينصب حوله جدل اليوم مع علو أصوات المنادين بحقوق الإنسان. ونرى أن جوهر نظرية الإنسان عند الأمير عبد القادر هي الكرامة والإرادة والقدرة الإنسانية ومركزية الإنسان في العالم، فهو يقول أن وجود الإنسان هو المقصود بالذات من وجود العالم، ويضيف الإنسان بمثابة إنسان العين من الحق. ويبرر الأمير فكرته هذه عن الإنسان تبريرا روحيا يعود فيه لتراث ديني، فهو يبدأ مع فكرة خلق الله للإنسان على صورته، وبهذا ترتفع المرتبة الوجودية للإنسان، ولكنه يوضح أنه ليس المراد بالصورة هنا الذات العليا، إنما المقصود يكون مشاركة الإنسان الكامل للحق تعالى في الأسماء الإلهية، وهذه الصفة قد جاءت للإنسان دون غيره على سبيل التشريف والتكريم. الصفات الإلهية التي أثبتها الأمير عبد القادر هي الحياة التي هي منبع الكمال والعلم والإرادة والقدرة، وهي الصفات التي يشارك فيها الإنسان الله باعتبار الله حقيقة باطنة للإنسان، ولكن لا يوجد مطابقة تامة، وهذا طبيعي في إطار تنزيهه للألوهية. وهذه الصفات جوهرية في فهم تصور الأمير للإنسان، حيث يبدو تصوره عن الألوهية والذي يتداخل وينعكس على تصوره عن الإنسان بشكل كبير، إذ لا يستحسن الأمير عبد القادر الكلام عن الذات الإلهية باعتبارها الغيب المطلق، فهي من هذه الحيثية بالذات لا تدرك حسا ولا عقلا ولا كشفا، حيث يظهر اختلاف نظرته للإنسان عن معظم علماء الكلام. وهنا يبدو موقفه من المتكلمين وخصوصا المعتزلة والظاهرية والأشعرية، إلا أنه ربما يميل للأشعرية إذ ينقل عن الجويني والشهرستاني والرازي رجوعهم عن مذهب المتكلمين، كما أن الصوفية تتابع الصفات التي أثبتها الأشاعرة ولكن تثبتها بطريقة أخرى، وهو موقف الأمير عبد القادر. وهو يقول موضحا الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون على اختلاف طوائفهم، وهو ما يتعلق بالذات الإلهية وصفاتها، فهم لم يحيطوا بحقيقة التنزيه والتشبيه معا. وفي رأي الجويني التبس عندهما الأمرين، فالتشبيه لا يكون إلا في الصفات، فنلاحظ هنا في حقيقة التشبيه الارتباط بين الإنسان والإله عند الأمير عبد القادر، والذي لا يبرره سوى متابعة الأمير للتصوف الفلسفي عند ابن عربي والمتمثل في نظرية وحدة الوجود. وهذا ما يظهر التوجهات الفكرية للأمير عبد القادر التي لا نعلم عنها إلا إشارات فقط، مثل أنه كان صوفيا ينتسب إلى الطريقة القادرية بحكم رئاسة والده له، وهي الطريقة التي تنسب إلى الإمام عبد القادر الجيلاني سنة 561 هجريا، وتقوم على 5 أصول هي علو الهمة وحفظ الحرمة وحسن الخدمة ونفوذ العزيمة وتعظيم النعمة. ويعد عبد القادر الجيلاني من قبال الصوفية السنيين الذين حظوا باحترام شديد من جانب الإمام ابن تيمية الفقيه الحنبلي لموافقته في مسائل العقيدة وآراء الصوفية لمذهب السلف، وأنه من تلاميذ محي الدين ابن عربي الصوفي المتفلسف سنة 638 هجريا، كما يبدو من خلال كتابه المواقف. والقصد الأول من وجود الإنسان عند الأمير عبد القادر يتمثل في المعرفة بالله وعبادته، والمعرفة بالله تتم من خلال صفاته التي سبق وتحدثنا عنها وعن تشبه الإنسان بها. والكمال الوجودي يتم عند الأمير عبد القادر بالحقيقة المحمدية، إذ أنه أول مخلوق تعين في الحضلة العلمية، والإنسان مكلف لأنه مختار أو مسير لما أراد الله له تعالى. فموقف الأمير من مشكلة الجبر والاختيار موقف صوفي يميل للاختيار الذي لا يتنافى مع علم الله المسبق. أما عن مصير الإنسان عند الأمير عبد القادر فنجده مصير مشرق دائما، فهو يقر الوعد الإلهي بالثواب والنعيم ويتخذ موقفا من الوعيد ألا وهو العقاب، إذ أن رحمة الله غلبت غضبه، فهو يتخذ موقفا من أبدية الوعيد ولا ينكره في ظل إيمانه بالعدل الإلهي. ذلك إذا كنا نتحدث عن موقف الأمير
النظري كما تبين في كتابه المواقف. أما إذا كنا لنا أن نتحدث عن موقفه العملي التطبيقي، فيقول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الأمير عبد القادر قام ابتداء من سنة 1837، أي قبل اتفاقية جنيف التي تم تبنيها سنة 1864، قام بتحديد مفهوم حقوق المستضعفين والمغلوبين والأسرى وجرحى الحرب والسجناء. وأضاف رئيس الجمهورية أن الأمير قام بتقنين هذه الحقوق التي كانت غير معروفة إنذاك. فالأمير عبد القادر قام بصياغة مرسوم وطني تناول طرائق الحرب، وهو مرسوم يمنع على جنود المساس بكرامة الأسرى وبسلامتهم الجسدية. وقد قيد هذا القانون العسكري الذي كان يحظر تعذيب الأسرى من الأعداء وقتلهم في ميثاق حظى بدوره بموافقة زعماء العشائر وممثلي هيئات الدولة الجزائرية إنذاك. وقعت إقدامه على تخليص 1100 مسيحي من الموت بسبب الصراعات الطائفية التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين سنة 1860. كيف وصل به الأمر للمخاطرة بحياته وبحياة الجالية الجزائرية في دمشق؟ إن الأمر وصل بالأمير إلى أنه دفع مبلغا من ماله الخاص لكل من يخلص مسيحيا من الموت. وتحدث بسايح في الأخير عن المغزى من هذه الواقعة، وتساءل قائلا ماذا كان سيحدث لو لم يقدم الأمير على تخليص المسيحيين من الموت في دمشق. ورد قائلا كان ذلك سيؤدي إلى حرب صليبية ثانية يدفع العالم العربي والإسلامي ثمنها غاليا.